اعملي حسابك ان هو رمضان كله هاجي افطر عندك. ده انت تنوري واعمل لك كل يوم عزومه يروح قلبي. النهارده تاني يوم رمضان ورايحين نفطر عند ماما، فيلا بينا بقى اوريكم كل حاجه ماما هتعملها النهارده، عشان انا حامل فليا كريفنجز معينه، فهي هتعمل لي كل حاجه انا نفسي فيها. وانا كده خلاص جهزت، ويلا بينا بقى تعالوا اوريكم كل حاجه في عزومه النهارده. مبدئيا كده انا دخلت فتحت الفرن على طول، شميت ريحه مش طبيعيه. ايه بجد ده؟ انا طبق الرقاق ده يخصني، انا هاخده لوحدي كده محدش دعوه بيه خالص. الفطار خلاص جاهز، وبصوا ماما ابدعت والله العظيم، تسلم ايدك يا ماما. والرز بالخلطه ده اكتر حاجه في الدنيا انا متحمسه لها. انا عايزه اقول لكم ماما بتعمل احلى رز بالخلطه في الحياه، واحلى حمام كداب في الحياه. حمام الكداب ده تلاقي فراخ محشيه بجد تحفه. هي الوراك المخفيه مش صدور ورقاق. حلو قوي يا ماما. يا اختي انا مفتقداكي قوي. عشتوني. انت بتعملي ايه في التصوير من غيرنا؟ انتوا بتعملوا ايه في البيت من غيري وبتاكلوا ايه من غيري؟ يا بيكيسو. توتا توتا. اي ميس يو. طبعا كميه مسلسلات مش طبيعيه، انا بجد مش عارفه اتفرج على ايه ولا ايه. الديزرتس بقى حاجتين مختلفين جدا، دي كارثه كنافه تارت كيندر نوتيلا، الفيه قشطه بسبوسه. انا مش عارفه بجد احنا ليه بنعمل كده في نفسنا. ودي شكلها تقيله تقل مش طبيعي بجد. قلت لك كل حاجه، ما كنتش هخبي عليك. لما تجربي الاول بعدين تشوفي الموضوع مستاهل الخناقه ولا لا، صح؟ لا انا ما كنتش عارفه اقول لك ايه، عشان عارفه انك هتصمم على رايك. اعمل ايه بقى؟ موقف واتحطيت فيه انا كان لازم اتصرف. انا اسفه. لا